قد ايه الواحد ممكن يضيع على نفسه حاجات حلوه لمجرد انه ما دورش كفايه. يعني انا كل شويه اجي اقول لكم دوروا ورا الكتب واعرفوا تفاصيلها، واجي في الاخر ابقى هضيع على نفسي كتاب زي ده بسبب ان انا ما دورتش كويس. الكتاب اللي بكلمكم عليه اسمه حكايه بسيطه لليوناردو شاشا، وده كتاب صغنون خالص مش معدي 100 صفحه حتى. الحكايه كلها بتبدا لما حد بيكلم الشرطه بيقول لهم ان هو اكتشف حاجه مهمه جدا وان هم لازم يروحوا له، وتاني يوم بيلاقوا ان الراجل ده مات، اتقتل بقى، انتحر، احنا مش عارفين. الكتاب ده مشهور عنه البلوت تويست بتاعته، وبصراحة أنا ما توقعتهاش. بس المشكلة إن ده مش كتاب جريمة، ده كتاب بيتكلم عن السياسة في إيطاليا. una storia semplice. شوف الواحد ما كانش متوقع إنه يتعلم إيطالي. انا كنت ناويه اديله 3 ستارز لان انا كنت حاسه انه كتاب عادي قوي، لان كتب الجريمه في العادي بنهتم فيها بالتفاصيل جدا، والكتاب ده فيه مواضيع كتير قوي اتفتحت وما اتقفلتش فيه. اسلوب الكتابه حلو جدا، دايركت، ما فيهوش لف ودوران. رحت دورت على ليوناردو شاشا والابعاد بتاعه الكتاب ده. معلومه صغيره قوي هقولها لكم، الراجل اللي اتقتل في الكتاب ده كان راجل ذو منصب سياسي. ليوناردو شاشا كان راجل ذو منصب سياسي ومات بعد الكتاب ده بكام شهر. اقنعوني دي حاجه عاديه، اقنعوني بجد ان دي حاجه عاديه. في شخصيات معينه في الكتاب هي عباره عن سيمبل، هي رمز لحاجه مهمه قوي في البلد. الكتاب ده بيتكلم عن فساد النظام في ايطاليا، بيتكلم عن البيروقراطيه اللي انا ما كنتش متوقعه انها تكون موجوده في ايطاليا. من رايي الكتاب ده مش هيعجب قوي حد بيدور على مين هو القاتل، رغم ان البلوت تويست جامده جدا. بس الكتاب ده حلو جدا لو انت عايز تقرا عن بلاد مختلفه وعن سياسات بلاد مختلفه. انا رقبتي قد السمسمه دلوقتي، بس الحمد لله يا جماعه ربنا سترها، اديت له 4 ستارز بعد ما دورت على مين هو ليوناردو شاشا وايه المشاكل اللي موجوده في ايطاليا. وبس كده.